الوزير السعدي بغى يتهرب من قفاف جود وعلاقتها بالاحرار والانتخابات، ولكن اخنوش فيديو اخر فرشوه بطريقه خايبه. نشوفوا فيديو الحوار ديال السعدي مع البلهيتي اولا. اللي مقتنع به. ما كاينش شي واحد غتقول لي هكا قفا ولكن غتصوت عليا ولا هذا الشيء ما كاينش. اللي كاين اليوم مؤسسات جود، وهذا من المؤسسات الخيريه ما عندها علاقه ثم ما عندهاش علاقه مع الحزب التجمع الوطني الاحرار. الواقع هذه الممارسات كاينه في احزاب اخرى. ما انا ما كنقولش الاحزاب ما كديرش توزيع القفا. خليك جود ما عندهاش علاقه بالاحرار. ايوا شكون اللي اسسها وشكون اللي كيكب فيها الفلوس بالمليارات؟ واش ماشي اخنوش رجال الاعمال من الاحرار؟ واخا علاش هاد جوج كتخدم غير في المناطق اللي فيها الاحرار قويين؟ علاش عمرنا شفنا منتخبين من الاستقلال او الحركه او الاتحاد او اي حزب اخر كيفرقوا قفاف جود؟ الا ما عندهاش ارتباط بكم خليو كل شيء فرق قفافها. وباش نختم معاك اسمع باش نرد عليك اخنوش. بغيت نركز على واحد النقطة أساسية، هي ديال واحد لا فونداسيون بريفي اللي كان عندي الشرف أنني وقفت عليها، وقفت على التنمية ديالها مع واحد العدد ديال المساهمين والناس ديال الخير اللي بغاو يواكبوا هذا العمل هذا، واللي اليوم مع الأسف كنشوف بعض الخرجات اللي كتجي إما باش تشكك في النوايا، إما باش تبخس، إما باش تضرب في هذا المجهود الكبير اللي تعملته هذه المؤسسة اللي هي المؤسسة ديال جود للتنمية.